دوري مبروكة من ولاية بشار. جيت هنا للمهرجان الوطني لللباس التقليدي باش نوري الناس اللباس التقليدي نتاع ولايتنا اللي هي ولاية بشار. وهذا هو اللباس التقليدي نتاع ولاية بشار، الملحفة اللي احنا في المنطقة نتاعنا نسموها ليزار. هذا ليزار. هذه اللي راه تبان هنا هذه نقولوا لها العباية، اللي هي الروبة نقولوا لها احنا اسم العباية. هذا ليزار. هنا شغل هذه ليزار، شغل ملحفة ماشي مخيط. نخلوه هنايا كما راكم تشوفوا، نخلوه ونديروه نحزموه ومن بعد يولي هكا، يولي كيما راه. وهذا حايك المرمى اللي كاع المرأة الجزائرية تلبسه كما راكم تشوفوا هنايا. حنا ملبسينها شعر. هذا الشعر حنا نسموه القرون، نخدموه ونزينوه بهذا الحلي التقليدي اللي هو من الفضة الحرة. هذا نسموه الخوص، هادو العواويش، وهذه القصة. وهنا نحزموا الراس، نديروه نحزموه بالشربية. هذه الشربية هذا من نوع التيسي تاع كما نقولوا لحنا الحر. الشربية تكون كحلة، نديرو فوقها الكمبوش اللي هو باللون ملولينه صابغينه الاحمر والصفر، ومن بعد نديرو فوقها الجبين اللي هو نقولوا له القصه، ثاني هو يكون بالفضه. وهذه نصنعوها بالايد. هذا تابع للحلي تاع اللباس. هذه نسموها الشركه. وهذا الحروس تابع لهذه. وهنايا هذا بنوع الفضه. هذا كاين اللي يقول له الشركه، وكاين اللي يقول له هنايا معايشد الخصال. احنا في المنطقه عندنا جوج اسامي، الخصال والشركه. هذه تسمى بالقطايه. نضفروا الشعر، نخدموا الشعر ونزينوها بهذا اللي هي تجي هكذا. هي تابعه للقرون. هذا الشعر صافي كي المراه كي تلبس كي دير القرون لازم تكون دايره الشربيه مرن باش تعدل لها الراس تاعها. هذا ثقيل، لازمها حاجه ثقيله ديرها مرن. اما لا هذا وهذا ثاني، هذا نسموه المشموم، نصنعوه بالقرنفل ونزينوه كما هذا راكم تشوفوا هنايا. هذه تفاحه نغرسوها بالقرنفل ونزينوه، اللي يزينه بالعنبر بالكوزه. هذا يعبر على بكري ما كانش لي بارفا. هذا هو لي بارفا نتاع المرأة في القديم. وهذو الاساور اللي حنا نقولوا له الصانغون، نصنعوه بالعقي كيما هذا يتبع لهاد الحروز. وهذه فضه، هادو مسايس تاع الفضه. بلا ما ننسى البلغه. هذا هو اللباس البشاري.